الموضوع ديال اليوم هو الكريدي البنكي. إلا خديتي كريدي سواء باش تشري دار طوموبيل أو حتى كريدي ديال الاستهلاك، خاصك تعرف باللي ما كتوقعش غير على عقد الكريدي، ولكن غالبا كتستافد حتى من واحد التأمين كيتسمى أشورونس ديسي انفاليديتي. اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هو أن واجب هاد التأمين يقدر يتخلص بعدة طرق. أول طريقة هي الاقتطاع الشهري، يعني مبلغ التأمين كيكون داخل في القسط الشهري ديال الكريدي. ثاني طريقة هي الأداء السنوي، يعني كتخلص تأمين مرة واحدة في السنة. ثالث طريقة هي الأداء الوحيد، بريم يونيك، يعني كتخلص من الأول المبلغ الكامل ديال التأمين على حسب المدة كاملة ديال الكريدي. مثلا إلا كان الكريدي على 10 سنين كتخلص من الأول تأمين ديال 10 سنين كاملة. دابا خاصنا نركزوا على واحد النقطة مهمة بزاف. إلا درتي تسديد المسبق للكريدي، يعني خلصتي الكريدي قبل الوقت المحدد ليه. مثلا الكريدي كان على 10 سنين، ولكن من بعد 5 سنين قررتي تخلصه كامل، ما تنساش تراجع وضعية التأمين ديالك. إذا كانت طريقة الأداء سنوية أو بالأداء الوحيد، خاصك تبعت طلب فسخ العقد لشركة التأمين مباشرة من بعد ما تسالي الكريدي. ومن بعد ما تاخد وصل الاستلام ديال الطلب ديالك، طالب باسترجاع الجزء من مبلغ التأمين اللي كيتوافق مع المدة اللي ما بقاتش مستعملة. بزاف ديال المقترضين ما كيعرفوش هاد المعلومة، وكيخليو فلوس ديالهم عند شركة التأمين بلا ما يطالبوا بها. إذا النصيحة مهمة، إلا خلصتي الكريدي قبل المدة ما توقفش غير عند الكريدي، راجع حتى عقد التأمين ديالك وطالب بالحقوق ديالك. وإلا بغيتي نشرح لكم بالتفصيل كيفاش خدام هاد التأمين الوفاة والعجز، كتبوا لي نعم في التعليقات.